يا مساءكم فله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وانتوا بتشوفوا الفيديو بتاع النهاردة. الفيديو النهاردة هيكون مختلف خالص وهعمل فيه حاجة جديدة اتمنى ان هي تعجبكم. زي ما انتوا شايفين النهاردة هيكون طريقة التلوين اللي اسمها دايموند بينتينج، او ان احنا نلزق الدايموند دوت على اللوحة اللي قدامنا. واللوحة اللي قدامنا ديت للسينامون رول، وانا الصراحة حبيت الشخصية دي جدا. انا عمري ما كنت اعرفها ولا شفت لها كرتون قبل كده، بس حبيتها جدا، خصوصا السيزون دوت في الدراسة لقيت لها حاجات كتير قوي وبرودكتس كتير قوي. الاول حابة اشرح لكم واوريكم ان اللوحة ديت انا كنت عملت منها واحدة قبل كده، بس كانت كارز لبرق بنزين، المعروف ببرق بنزين احمد بيحبه جدا. وقررت بعد ما خلفت دهب ان انا كمان اعمل لها لوحة ليها، لان انا علقت له اللوحة بتاعته عنده، وهعلق اللوحة بتاعتها برضو عندها في الأوضة بتاعتهم. فاخترت الصورة ديت والشكل دوت عشان اعمل لها دايموند بينتينج. وفي خلال ما هتشوفوا وانا بعمل اللوحة، الاول جبت الدايموندز القديمة اللي كانت عندي من اللوحة بتاعت برق بنزين، وقلت بدل ما افتح اللي موجودين ابدأ اشوف هل نفس الالوان دي موجودة ولا لأ. ولما لقيت ان في اختلاف كبير جدا في درجات الالوان ما بين الاتنين، قررت ان انا اكنسل كل ده وابدأ ان انا اشتغل من الاول وجديد، وافتح اللوحة الجديدة بالدايموندز اللي جاية معاها والزقها. النهاردة هحكي لكم حكاية تسلي علينا الوقت وانا بشتغل الدايموند، وانتوا شايفيني وانا بعمل الدايموند بينتينج وبنلون اللوحة وبنخلصها واحدة واحدة. القصة بتاعت النهاردة هتكون مستلهمة ومستوحاة من سينامون رول. والصراحة مش عارفة، حبيت ان انا اجرب الموضوع ده، وكمان اجرب صوتي وطريقتي في الفويس اوفر، عشان انا بحب قوي قوي الفويس اوفر يا جماعة. ومش فيديوهات كتير بعملها هنا على اليوتيوب بتكون فويس اوفر، فقلت لي لأ ان انا احكي لكم حكاية تكون مستلهمة من سينامون رول وتسلي علينا الوقت. قبل ما ابدا وقبل ما احكي لكم الحكايه، ما تنسونيش لايك شير كومنت سبسكرايب لليوتيوب شانل، دوسوا على جرس الاشعارات، ويلا بينا نبدا على طول ونستمتع مع بعض سوا بالحدوته او بالحكايه وبالدايموند بينتينج اللي انا بعمله في عالم بعيد جدا، مش على الخريطه ولا حتى في الكتب. كان في سحابه صغيره بتضحك كتير اسمها سينامون رول. سينامون كان مش بيحب الألوان، لحد ما في يوم لقى صندوق قديم جواه لوحة مسحورة، واللي يرسمها بيقدر يرجع الألوان للعالم بتاعه. وانا النهاردة قررت ان انا اساعده. كل نقطة في اللوحة دي مش بس هتكون لون، لا، دي قصة، سر، وقطعة من سحره اللي اتسرق منه من سنين. في عالم فوق السحاب، في مكان ما بين الطفولة والحلم، كان في كائن صغير اسمه سينمو. سينمو مش زي أي كائن، ده كان عنده ودان طويلة وكان بيطير بيها كأنه طيارة سكرية. بس يوم ما بدأت القصة، سينمو كان زعلان لأن آخر سحابة سكر في العالم بتاعه كانت بدأت تختفي. سينمو سمع صوت ناعم بيناديه من بعيد: ساعدني يا سينمو، أنا السحابة الأخيرة، لو اختفيت مش هيبقى فيه سكر ولا ضحك ولا أحلام ملونة. قام بسرعة سينمو، لبس شنطته اللي مرسوم عليها نجوم وستارز، وطار فوق الغيوم عشان يدور على السحابة. في أثناء الطيران وصل لمكان اسمه المملكة الرمادية. كل حاجة فيها كانت بهتانة كده، ما فيهاش أي روح ولا ألوان. الناس هناك حتى ما بيضحكوش. كان في حارس اسمه جرايبو، قال له: مفيش حاجة اسمها سحابة سكر، هنا بنحب الرمادي وبس. بس سينمو ما استسلمش وقال له: أنا مؤمن إن في ألوان مستخبية في قلب أي حد. وبعدين في زاوية بعيدة من المملكة، سينمو لقى أول لمعة لون، نقطة صغيرة خالص من الأزرق. لما لمسها
سمع ضحكة خفيفة وظهرت له ذكرى من أيام زمان وهو بيطير فوق مدينة الحلوى. كان كل نقطة هيرجع بيها جزء من السحابة المسحورة، كان كل نقطة لون هيرجع بيها جزء من السحابة المسحورة. وهو في طريقه اتقابل مع 3 أصحاب جداد: لوكي أرنب بيحب يجمع الحلويات، ميمي قطة بتتكلم مع الورود، بوبو دب بيضحك لما الناس تنسى همومها. مع بعض بدأوا يجمعوا الألوان زي الأصفر من زهرة الشمس والوردي من قلب وردة فرحانة. كل لون بيرجع ذكرى، وسنمو بدأ يفتكر ليه السحابة اختفت. يا ترى اختفت ليه زمان؟ كان في تعويذة بتقول لو نسيت تضحك، لو نسيت تحلم، السحابة هتتحول لبخار وتضيع في الهوا. هو كان نسي يضحك وقتها، بس دلوقتي هو فاكر كل حاجة. في لحظة صمت ظهر ظل غريب اسمه مورونو، بيكره الألوان. قال له: عمري ما فهمت ليه بتضحك، العالم أصلا مكان صعب. سنمو ابتسم له وقال له بمنتهى اللطافة: بس لما تلاقي نقطة لون واحدة أكيد معناه إن في أمل. وراح حط نقطة ألوان على جسمه، والظل بدأ يختفي ويتحول لهوا ناعم. رجع سنمو ومعاه كل نقطة لون، وقف وسط السحاب وقال: رجعلي ضحكتك يا سحابة. وفجأة الدنيا نورت ونزل المطر. تخيلوا كان مطر ايه؟ كان مطر من سكر. والناس في المملكة الرمادية رجعوا يضحكوا تاني. السنمو بقى بطل القصة، والناس نادوه أمير الألوان. ومن ساعتها كل ما تحط نقطة في لوحة افتكر إنك بترجع لون للعالم. في وقت كتير مننا بيحس إن الدنيا باهتة وإن مفيش أمل، بس الحقيقة إن نقطة لون واحدة هي هتكون كفاية إنها ترجع ضحكة، أو تفتح باب لحلم، أو تخلي قلب صغير يصدق إن بكرة أحلى. زي سنمو اللي كان لوحده بس كان شايف إن في لون مستخبي في أي حد، وهو نقطة وردي صغيرة رجعت صوت السحابة، ونقطة زرقاء ناعمة رجعت الذكرى. ويمكن نقطة لون جوه قلبك هي المفتاح لعالم كامل مليان نور. افتكر دايما مش لازم يكون عندك كل الألوان عشان تحس بالسعادة، ساعات نقطة واحدة بس بتكون كفاية. لون واحد، فكرة واحدة، ابتسامة واحدة، حلم واحد بسيط ممكن يغير اليوم كله. فلما تحس ان الدنيا رمادي اسأل نفسك: ايه اللون اللي ممكن اضيفه؟ يمكن كلمة حلوة لحد، يمكن دقيقة راحة لنفسي، يمكن فن، يمكن حتى خيال. ما تخليش العالم ياخد منك ألوانك، خلي ألوانك تطلع وتنور بيها كل اللي حواليك. وهو انت بتتفرج دلوقتي على الرسمة اللي انا بعملها وهي بتكتمل قدامك، خد نفس عميق وسيب قلبك يلون معاها. يمكن تكتشف انك كنت محتاج النقطة دي من زمان بس ما كنتش واخد بالك. وفي النهاية ما تنساش، نقطة لون واحدة ممكن تغير العالم كله. أتمنى تكونوا اتبسطتوا النهاردة في الفيديو، وكان عبارة عن راحة نفسية وطلع الطاقة والمشاعر اللي جوانا كلنا. ما تنسونيش بلايك، شير، كومنت، سبسكرايب لليوتيوب شانل، دوسوا على جرس الإشعارات، وأشوفكم على خير إن شاء الله في فيديوز تانية كتير، ريفيوز، فلوجز، بودكاست، وحتى فيديوز تكون فيها فويس اوفر لطيف زي اللي أنا عملته النهاردة. أشوفكم على خير إن شاء الله. باي باي.